إلى الملاعب الأوروبية، حيث يستضيف ليفربول على ملعب أنفيلد نظيره الإسباني ريال مدريد في مباراة الذهاب ضمن الدور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. مراسلنا زياد منصور يوافينا بالمزيد من خلال هذا التقرير. في الحياة عليك أن تسعى وتجتهد لتصل إلى ما تصبو إليه، لكنك تحتاج أيضا أن تحدث الأمور في التوقيت المناسب لك. هذا الأمر قد ينطبق على ليفربول حاليا، الذي تخبط لأسابيع طويلة قبل أن يستيقظ مؤخرا ويعود لبعض من المستوى الذي عرف وتميز به، مع تحقيق انتصارين متتاليين والحفاظ على نظافة شباكه وتسجيل مهاجميه لأهداف الأربع فيها. تحضير جيد قبل مباراة معقدة في دوري الأبطال. أنا سعيد لأننا نخوض اللقاء الآن. الأمر كان مختلفا لو واجهناهم قبل 4 أسابيع. كل شيء في الحياة يتعلق بالتوقيت الصحيح، ومن حسن حظنا أننا عدنا لمستوانا قبل هذا اللقاء. كنت أتوقع أن نكون في أفضل مستوى حتى لو لم ننتصر في آخر مباراتين، لأن هذه مسابقة مختلفة وعلينا استغلال الفرصة فيها. أمر إيجابي آخر حصل في التوقيت الصحيح بالنسبة ليورجن كلوب هو تعافي وعودة مجموعة من أبرز لاعبيه من الإصابة، مع مشاركة متفاوتة لهم في مدتها في آخر لقاءين. العبء كان كبيرا على الكثير من اللاعبين، لذا فإن عودة الأسماء المصابة سيكون سلاحا مهما آخرا. ملعب أنفيلد يعتبر مصدر ذعر أوروبيا لمعظم الأندية التي تزوره مع أجوائه الصاخبة والحماسية، لكن ريال مدريد قد يكون استثناء، خاصة مع مدربه كارلو أنشيلوتي الذي سبق له الانتصار على ملعب أنفيلد مع أندية مثل ريال مدريد وتشيلسي وإيفرتون. إن نظرنا للتاريخ الحديث أمام ريال مدريد، فإني حاولت تجنب مشاهدة نهائي باريس حتى هذا الأسبوع، وقد أدركت مباشرة لماذا تفاديت متابعة النهائي مجددا. لقد كان ذلك بمثابة عذاب حقيقي. لقد قدمنا مباراة جيدة ولم نتمكن من الفوز. الفارق كان تسجيلهم للهدف الحاسم ونحن لم نفعل ذلك. المباراة أوضحت لي مدى خبرة ريال مدريد، وبأنهم لا يشعرون بالقلق أبدا إن كان هناك فرص عديدة لمنافسهم. دوري الأبطال البطولة الوحيدة التي يمكن لليفربول تحقيقها، لكنه يعلم بأن ريال مدريد انتصر في 5 من آخر 6 مواجهات، آخرها كانت نهائي باريس. الريد سيكون بحاجة لدعم كبير من جماهير أنفيلد إن أرادوا الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المعقد في إسبانيا. زياد منصور، بي إن سبورتس، ليفربول. في الجهة المقابلة ستكون مهمة ريال مدريد صعبة، خاصة أنه سيفتقد لخدمة توني كروس وأوريليان تشواميني بداعي المرض، بينما يعود مهاجمه الأول كريم بنزيما بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في الليغا. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جمال جبالي. كما في الموسم الماضي، ليفربول ريال مدريد عنوان لنهائي دوري الأبطال، وكما في الموسم الماضي هناك الكثير من المرشحين، لكن المباراة قمة حتى إن خفت بريق الفريقين بشكل متفاوت هذا الموسم. المباراة النهائية ذكرى جميلة صراحة، كانت مباراة متكافئة، يمكن أن يكون ليفربول قد استحوذ فيها أكثر على الكرة، لكننا بقينا جيدين في الدفاع، وأعتقد أن تبقى جيدا ضد ليفربول يمكنك دائما أن تخرج بشيء جميل. هي مباراة مختلفة لأننا اليوم سنلعب مباراتين، وعلينا أن نركز جيدا على هذا بالأخذ بعين الاعتبار أن هناك مباراتين، وعلينا أن نكون جيدين خلال 180 دقيقة. منذ بداية هذا الموسم أصبح فينيسيوس جونيور مستهدفا فوق الملاعب ومن المدرجات وحتى خارجها. شتائم وهتافات عنصرية أدت به أحيانا إلى الخروج عن تركيزه، فيما أصبح ظاهرة يعاني منها فيني دون غيره. أعلم أن السلطات المعنية مهتمة بالقضية. فينيسيوس يقوم بعمله على أحسن وجه في هذه الفترة، وهو مركز على اللعب لأنه يحب ممارسة كرة القدم، وهذا لا يؤثر على مردوده فوق الميدان. الأجواء العدائية التي يواجهها النجم البرازيلي الشاب، إلا أنه يبقى مصدر خطر كبير في ريال مدريد، خصوصا ضد ليفربول، هو الذي سجل في أكثر من مباراة
أبرزها نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في ستاد فرنسا. فينيسيوس يحب ممارسة كرة القدم أينما كان، خصوصا في استحقاقات مهمة مثل ما هو الحال في مباراة ليفربول. في هذه الفترة الجماهير تحب مشاهدة فينيسيوس من أجل كرة القدم، لأن هواة كرة القدم يحبون مهاراته كما يحبون لاعبين آخرين هذه الأيام مثل بيدري، غافي، مبابي وهالاند. أمل ريال مدريد لا زالت قائمة في الليغا حسابيا، لكنها تتضاءل مع مرور المراحل، خصوصا مع استمرار برشلونة على وتيرته وحفاظه على فارق النقاط 8 التي تفصلهما، مما يعني أن الريال سيولي دوري الأبطال اهتماما أكبر، وهو ما سيتجلى في مواجهة ليفربول ابتداء من مباراة أنفيلد. نهائي الموسم الماضي يتكرر هذه المرة، لكن في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. فهل يستطيع ليفربول أن يثأر لخسارته، أم أن أهداف الملكي ريال مدريد أن يذهب بعيدا ويعيد الكرة؟ الثلاثاء